في يوم من الأيام عدي الله يرحمه عاقبني، قال له جيب لي موس حلاقة. فجاب له موس حلاقة، لزم موس الحلاقة، فبدأ بحاجبي، زين أول حاجب، ثاني حاجب، زين يعني صفحة من شعري. فقال لي يلا قوم. رحت إلى فندق بابل، فمن دا أدخل بوجهي صار الشهيد الله يرحمه عبد حمود، مرافق الرئيس صدام حسين الله يرحمه. قال بس لا عدي. قلت له اي والله هذا. قال تريد تشتكي؟ قلت انت زلمه؟ قلت له والله زلمه واشتكي. قال لي طيب. دخلني على الرئيس، قال لي ها وليد ايش بيك؟ شنو اللي صار؟ ايش بي وجهك؟ قلت له والله سيد القصه كذا وكذا وكذا، حكيت له اياها من البدايه للنهايه. كان يقول لي اقعد. فندار على عبد، قال له عبد 20 دقيقه اريد عدي هنا. اجى عدي قال له يابا، قال له ماكو يابا هنا، انت مواطن عراقي، اكو مواطن عراقي جاي يشتكي عليك، ماكو شيء اسمه ابن الرئيس السنة. اقسم بالله مو مبالغه، رقع براشدي، اقسم بالله يمكن راسه انطبق بالحائط. لعبت جيب لي موس حلاقه. اجى الموس الحلاقه، قسما بالله قال له اعطيه اياه زين حواجبه مثل ما سوى بيك. هذا الرئيس اللي تقولون عليه كان مو عادل، وهذا ابنه، وهذا عدي. يعني افتقد العراق صدام. أظن أن العراق فقده، وأظن أن الأمة فقدته. لست أرثيك، لا يجوز الرثاء. كيف يرثى الجلال والكبرياء؟ لست أرثيك يا كبير المعالي، هكذا وقفة المعالي تشاء.